بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مش هنقدم وصفة قد ما هو تعليمي. في ناس كتيرة ما تعرفش تسيح الزبدة، فانا عاملة الفيديو ده للناس اللي ما تعرفش تسيح الزبدة. هنجيب حلة نحط فيها كمية الزبدة اللي انتوا عايزينها، بس اهم حاجة الحلة تكون اكبر من الزبدة اللي انت حطاها، عشان ده لبن وهيفور مني. فهتقعدي تقفي قدامه بتاع نص ساعة او اكتر من نص ساعة، ساعة الا ربع كده، تقلبي فيه. ما تسيبهوش خالص لان ده لبن وبيفور. انا في الاول حطيته على نار عاليه لحد الزبده مسحت خالص، بس بينه وبينكم لقيت حاجات سمرة طالعه نازله في الزبده كده. رحت سبتها لما سحت خالص، رحت جبت مصفى وعليها شاشه وصفيتها، لان الحاجات السمرة اللي بتطلع وتنزل دي هتركز تحت في المرطه، مش عارفه اكلها. فعشان الواحد ياكل حاجه بنفس، رحت صفيتها ورجعتها تاني في الحله وابتديت اشتغل فيها. انا لما بعمل الزبده في البيت بصراحه بتبقى حاجه نظيفه، ما فيش حد بقى ملغوص فيها ولا عامل فيها. بس اللبن غلي دلوقتي، ما بقتش اعرف اعمل الكميه اللي انا بعملها كل مره، فاضطرينا نشتري شويه زبده كده وعملتهم سمنه. بس حابه اقول لك في الاول تحطي على نار عاليه، وبعد كده اول ما ابتدي يفور بقى خلاص السمنه ساحت وابتدت تفور، تقومي موطيه النار خالص علشان ما تتحرقش منك، والمرطه ما تتحرقش منك كمان. هتقفي قدامها شويه حلوين كده، ما تسيش عنها. خلاص احنا خلاص خلصنا وفارت وهبطت، هي بقت سمنه هي ما شاء الله قدامكم. فضلش شويه البيض اللي فوق ده مش ريم، دي مرطه وهتنزل وتهبط دلوقتي. هي المفروض في المرحله دي عشان انا عامله حله السلس، بتنها تغلي شويه، المفروض اطفي عليها بقى خلاص يعني. كده يعتبر طفيت عليها وهي بتغلي مع نفسها، عشان الحله لسه سخنه. المرطه ما لحقتش يعني، ما غمقتش مني لانها هتغمق مع نفسها. و... والحله شغاله يعني، والحله فيها حراره يعني. خلاص كده خلصناها، سبتها لما تبرد خالص. النور راح قطع. تعيش انت يا حاج. النور راح قطع، بسم الله ما شاء الله. بس اسكت ابدا، قلت برضه اوزنها اشوف الكميه اللي هتيجي منها تفضل قد ايه. هنا عملوا 500 جرام، يعني نص كيلو وشويه. كل برطمان عمل نص كيلو وحبه بسيطه، كام جرامات بسيطه. ده ادي 500 جرام و14. تمام. او يعني يعني الاتنين برطمانين دول كيلو وحاجات بسيطة. البرطمان الصغير ده عمل 250 جرام. تمام. وفي حبة في الكوباية الصغننين دول، يعني قولي كلهم على بعضهم آه يعني كيلو و400. الزبدة اللي جاية من بره بتبقى فيها مية كتير، لأنه ما بيعصرهاش معاكي كويس عشان توزن. وكمان مملحة قوي، حاطين فيها كمية ملح جامدة عشان برضو توزن. انا بقول لكم على الصح يعني. انا لما بعملها في البيت طبعا بعصرها كويس، ان حاجتي اعصرها كويس، اصفي منها الميه. الملح بحط حاجات بسيطه على قد الاكل كده، عشان طبعا انا مش هبيعها يعني. فبقول لكم الفرق بين الزبده اللي بعملها في البيت والزبده اللي بشتريها من بره. عملت كميه، عملت يعني كيلو و400، ما عملوش اكتر من كيلو و400، لان فيها ميه كتير اتبخرت، والملح الزياده اللي اتحط فيها. كل الحاجات دي بتوزن. انا عايزه اقول لكم اعملوا حاجه في البيت، بس المشكله ان الحاجه غاليه واللبن غالي. فالحمد لله على كل حال، قلنا نجيب كميه كده صغننه نسلك بيها واحده واحده، لان الحاجه غاليه جدا، وسعر الزبده اصلا غاليه جدا جدا يعني. شويه اللي قدامكم دول بسم الله ما شاء الله عاملين مبلغ. تمام. المهم، قلت لكم على الزبده تقف قدامها، ما تقوميش من قدامها، اقعدي قلبي فيها كتير لحد ما المرطه ما تهبط منك. لقيتي خلاص لونها بقى اصفر، مفيش مرطه فوق الوش، اطفي عليها وخلاص. كده هتبقى معاكي مية مية وتحفه ان شاء الله. حبه المرطه دول انا بالنسبه لي ده كنز يعني، كل يوم باكل منه شويه كده. وبعدين بيني وبينكم مش هتطخن، ولو طخنت ما علينا يعني. المهم ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو